السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما ابدأ الفيديو حابة اشكر كل المشتركين اللي عندنا في القناة وعلى دعمكم لينا وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتدينا دافع ان احنا نستمر، واللي محتوانا مش عاجبه هنعمل الافضل ان شاء الله. انا امبارح قلت لولاء اعتبرينا انا وعمر زباين عنديكي وهنطلب منك اكل، احنا مش هنقول لك اسمه. اعتبر احنا طالبين اوردر والاوردر ده لازم يعجبنا يا ولاء، تبقى اكله جديده. راحت قلت لها ولو عجبتنا الاكله دي يا ولاء هطلعكم فسحه حلوه انت وعمر، لو ما عجبتناش يبقى خلينا قاعدين في البيت. ايوه صح حصل يا ولاء؟ ايوه صح حصل. طيب اديهم حاجه مختصره عن الاكله اللي هتعمليها. أنا طبعا بعد تفكير قلت لازم أعمل أكلة أول مرة أعملها وهجربها قدامكم، وهي طاجن كوارع بورق العنب. فيها طواجن يبقى شكلها أكلة كده هتلم العظم يا ولد. بس هي أول مرة أعملها. تمام. طاجن بورق العنب. طيب هي كده الأكلة أنا شميت ريحتها قبل ما تبدأ. طب يلا عشان ما نطولش عليهم. يلا طيب. بينا على المطبخ. يلا بينا على المطبخ وأنا برضه مستعجل أشوف الأكل. هنسمي الله وننقع الكوارع ونحط عليها خل وملح وليمون ومعلقة سكر وسيبيها منقوعة في المية علشان تشد الزفارة وما يبقاش فيها أي زفارة. وممكن برضو تحطي معلقة دقيق بتضيع الزفارة، وتحطيها في الحلة وتنزلي عليها ببصل وفلفل وورق لورا، كل المنكهات اللي عندك، وتنزلي بفص ثوم وتحطي بهاراتك اللي عندك. المهم تبهريها كويس بس بعد ما تاخد تشويحة، مهم جدا بعد ما تشوحيها. وتحطي طماطم وتنزلي عليها بالمية المغلية وتغطيها كويس، وما تنسيش معلقة السكر علشان تستوي معاكي. وهنعمل هنا تسبيكة ورق العنب. هتحطي البصل وتنزلي عليه بالفلفل، وما تحطيش البهارات إلا لما البصلة تحمر معاكي، وتحطي البهارات اللي انت حابة تحطيها على المحشي حسب مزاجك وذوقك انت، وتنزلي بالطماطم المعصورة وتسيبيها لحد ما تتسبك، وتنزلي عليها بالرز والخضرة، وكده بتكون الخلطة جاهزة. وبعد ما جهزنا الخلطة بخلي الناحية الخشنة من جوه والناعمة من بره. هكمل حشو وهرجع لكم. أنا رصيت ورق العنب ومعاه الكوارع في الطاجن ونزلت عليهم بالشوربة، وغلفت الطاجن بورق الفويل ودخلتهم الفرن. وبعد ما خلصت الأكل جايين عشان ندوق زي ما قلت لكم أول الفيديو، وعامر هيدوق. أنا مشتاق بالصراحة وهنقول الصراحة. ولا قالت لي النهارده أكلة جديدة هنجربها. هي مش جديدة، هي أنا بس يعني أول مرة بالنسبة لنا احنا هنا أنا أول مرة أعملها. هنشوف طبعا الأكلة واضحة، ولا عاملة ورق عنب وفي رز محشي، أكيد عاملة لنا محشي. طبعا أهو. طبعا صح، ورق عنب وفلفل. وفلفل. الطاجن ده بقى الجديد علينا. ده الجديد. احنا كده هندوق كده من غير الطاجن وبالطاجن وهنشوف الفرق ايه. ده من غير الكوارع وده طاجن بالكوارع. دي الكوارع اللي عاملاها بالصلصه. ده كوارع، ده كوارع ومحشي فلفل وورق عنب. صح؟ يلا هتدوق الاول. انا بقول تدوق ده الاول. طاجن. طيب براحتك شوف. عادي اي حاجه. هاتي لنا كده الطاجن يا ولاء وانت كلي معانا وشوفي عمر برضه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاك تدوق حته انا خلياها الكوارع خلياها. معلش انا يعني ايه التصوير لما جيت اعمل الطاجن احط الورق العنب واحط الكوارع الكاميرا فصلت مني. عادي مفيش. طيب ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت الكوارع تحت في النص بين الورق العنب. يعني حاطه تحت طبقه ورق عنب وكوارع وطبقه ورق عنب، وطبعا حطيت شوربه ودخلته الفرن زي ما وريتكم كده بورق الفويل. حلو والله، حلو الصراحه. والله لا حلو. بص انا
خليها من العظم ومقطعاها. قوم دوق يا عمر عشان تقول لهم حلو ولا مش حلو. نجرب كده ده الثاني. ده العادي، بس انا برضو حطاله شوربه كوارع. اقعد يا عمر يلا عشان تاكل معانا. بس ده بالطريقه العاديه بتاعتي اللي انا بعملها. دي. يلا خد دوق كده يا عمر. ده محشي؟ ده كوارع. عايز كوارع؟ لا رز كوارع. عمر الواحد كده ياكل كوارع، بس طبعا عشان هنبهدل الدنيا قدام في البيت. حاجه عايزه اقولها لكم. عامر ما كانش بياكل الكوارع دي نهائي. فضلت لازم وراه الاحراج ده يعني. فضلت وراه لحد ما اقنعته انه ياكلها. والله ومن اول ما اكلها من ساعتها وهو بياكل. ايوه فعلا الكوارع دي صراحه ما كنتش باكلها نهائي. لا هي حلوه، طعمها حلو ومفيده للعظم وحلوه كده في الشتاء، مفيده للكوارع بتاعتنا. الواحد لو كوارع وجعاه ياكل كوارع. والشتاء بصراحه عايز كوارع. نشوف كده دي. بص انا هخليها ازاي من العظم. بصراحه منظرها بصراحه في الطبيعه. فاضل عمر بقى نقنعه بيها. هو عشان صغير فمش عارف. بصوا في حاجة كمان من ناحية الورق العنب، في نوعين اللي هو بيبقى في الأكياس ولو في البرطمان. فكرتني. أنا بحس اللي في البرطمان أحلى بكتير. أنا ده حسيت إن هو مقطع، ده اللي هو تقريبا أمريكانا. ولا بدون ذكر اسمه. مش عارف، بس عامة اللي في الأكياس مش حلو. أنت أكلتني كذا مرة في البرطمان. بس أنا اضطريت أجيبه لأن ما لقيتش اللي هو اللي في البرطمان. سألت كذا سوبر ماركت ما لقيتش، اضطريت اجيب ده عشان اعمل الطاجن. يعني عامة اللي في البرطمان بيبقى احلى من اللي في الأكياس. ده مقطع عشان ده متلج. من خلال تجربتنا. التاني بيبقوا حاطينه في محلول ملح وليمون. ده بقى بيبقى مقطع خالص من التلج لانه مجمد. بس عايز اقول لكم اللي في الطاجن طعمه حلو احلى جدا. من ده. هاكل دي. دوق يا عم. دي عظمة؟ دي كوارع. دي حلوة. دي كوارع؟ لا انا محشي. حاضر. الطعم جميل جدا جدا. ان شاء الله نطلبها تاني كده. ولا انا بصراحة كنت خايفة اعمل انها ان انا عارفة شوربة الكوارع انها بتتقل ودسمة. فقلت المحشي لا هو طعمه حلو مش وحش والله جميل. انا شايفه احلى من العادي. وعايز اقول لك بصراحه تسلم ايدك، الاكل حلو. وشكرا على الاكله الحلوه دي. مش هتقول لي ماما شكرا يا عمر؟ شكرا يا ماما. شكرا يا ماما. احنا طبعا عشان مش عايزين نطول احنا وبناكل وكده، احنا اهم حاجه في الموضوع ولا قايل لكم الوصفه ازاي في اول الفيديو. واحنا يعني جينا قدامكم عشان نشوف كده الاكله الجديده طعمها ونقول لهم يا عمر لايك زي ما عمر قال لايك. واللي معانا في القناه ما ينسوش يتاكدوا انهم مفعلين الجرس. اللي شايفيننا اول مره في القناه ما تنسوش يعملوا لنا اشتراك ويفعلوا زر الجرس ويختاروا الكل. وكده احنا نهينا الفيديو ونقول لكم يا ولاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.